مرحبا بكم جميعا. بخصوص الدخول الشامل، اليوم صارت تحركات ونشر مكثف من قبل عدد من الإعلاميين والجهات الداعمة لمطالب الطلاب. حطونا لايك لهذا الفيديو وتعالوا وياي للنهاية. من أبرز التحركات اللي صارت اليوم تصريح للنائبة ميادة الحميداوي، نشرت لكم أيضا كامل على القناة، اللي وضحت آخر التفاصيل وأكدت أنه الدخول الشامل حصلت عليه موافقة سابقا من لجنة التربية ووزارة التربية وهيئة الرأي، بس العائق المتبقي حاليا هو الجانب المالي، حيث تقدر الكلفة بحوالي 17 مليار دينار. كما قدمت لجنة التربية مقترح بأن تتحمل الجهات القادرة تكاليف الامتحانات، يعني الطلاب تتحمل تكاليف الامتحانات، وهذا الموضوع بانتظار قرار نهائي من رئيس الوزراء. كذلك من ضمن التحركات كانت هناك مناشدات من عدد من الإعلاميين، أيضا أنا نشرت لكم إياها على القناة المناشدة، زين، الإعلام من صادق الشمري أيضا لدعم مطالب الطلاب. وهنا أيضا رسالتي أنا إلى رئيس الوزراء، يعني هواي ناشدت أنا بخصوص هذا الموضوع، لكن نبقى نناشد يعني من أجل الطلاب ومن أجل عوائلهم. يا دولة رئيس الوزراء، القرار صار له أكثر من شهرين متوقف، والطلاب ينتظرون موافقتك. وإذا كانت المشكلة بالتكاليف فالطلاب يقولون إحنا مستعدين ندفع ونتحمل التكاليف من يمنا، بس نريد هاي الفرصة الأخيرة. فنتمنى منك يا سيادة الرئيس تستعجل، لأن ما بقى وقت نهائيا، كل وقت ما بقى. فيا طلاب، بعد كل هاي التحركات صار دوركم، لازم يصير ضغط ومطالبة ونشر، لأن الوقت كلش ضيق والفرصة الأخيرة يعني ما راح يبقى مفتوحة لكم دائما. هسه وقت الضغط، وقت إيصال صوتكم. لا تنسون اللايك وتشتركوا بالقناة، وأي شيء جديد راح نشر لكم إن شاء الله.